I am awake. كان يا مكان في كل عصر وزمان كان في حاجة واحدة مشتركة بين كل البشر، الغني والفقير والملك والموظف اللي بيصحى الساعة 8 الصبح، كلهم عندهم نفس المشكلة إن هم هيموتوا. We are all going to die. الموضوع تحسه بسيط كده بس هو ليه معنى كبير. يعني تخيل معايا كده انت هتيجي في يوم من الأيام كل حاجة انت شايفها هتختفي بالنسبة لك، صحابك وذكرياتك والبلد اللي انت قاعد فيها حتى اسمك. بس الغريب بقى ان احنا كلنا عارفين ده كويس بس برضه خايفين منه. طب ليه؟ يعني عندك مثلا القطط هتموت والكلاب هتموت وكل الكائنات هتموت، بس الإنسان هو الكائن الوحيد تقريبا اللي عارف إنه هيموت، ودي في حد ذاتها اللي عاملة المشكلة اللي على حلقة النهاردة. العلم بيقول إن المخ البشري فيه قدرة غريبة جدا إنه يتخيل المستقبل. الميزة دي عظيمة طبعا، خلتنا نبني حضارات ونخطط ونخترع، بس للأسف المخ استخدمها في حاجة تانية، إنه يتخيل نهايته. يعني تخيل معايا كده أنت بتتفرج على فيلم بس حد قالك النهاية قبل ما الفيلم يخلص، بتبقى ساعتها أصلا قمت لطش له والموضوع بقى بيبوظ وبتتقفل من الفيلم وبتتقفل من كل حاجة، بس مش موضوعنا دلوقتي. وده يعني شبه اللي حصل مع الإنسان، إحنا الكائن الوحيد اللي عارفين إن قصتنا هتخلص. عندك زمان أيام الفلاسفة حاولوا يتعاملوا مع الموضوع ده. كان في فيلسوف يوناني طلع كده وقال انا عندي فكره. قالوا له ايه الفكره يا عم انت؟ قال لهم الموت مش مشكله اصلا. الناس سالوه انت بتخرف يا عم انت ولا بتقول ايه؟ قال لك لان طول ما انت موجود يبقى الموت مش موجود. قال لك حته ايه في الجو، طول ما انت موجود يعني الموت مش موجود، ولما الموت بيجي انت مش موجود، يعني عمرك ما تقابل الموت اصلا. What؟ هما ساعتها قالوا له فكرة عبقرية، بس برضه كان في مشكلة ان المخ برضه لسه عارف انه هيموت، فاحنا مستفدناش حاجة. في فيلسوف الماني اسمه ارثر كان شايف الموضوع بطريقة سوداوية شوية. قال ان الحياة نفسها مبنية على غريزة اسمها إرادة الحياة. الغريزة دي بتخلينا نتمسك بالحياة حتى لو كانت صعبة جدا. يعني باختصار انت مش بس بتحب الحياة، انت مبرمج ان انت تحبها. جسمك كله شغال عشان يفضل عايش، قلبك بيدق ورئتك بتتنفس وخلاياك بتتجدد، وده كله يعني انت مالكش ايد فيه، هو بيحصل لوحده. وكل ده بيحصل عشان حاجة واحدة بس، يمنع الموت. نيجي نبص من منظور تاني هنلاقي ان الخوف من الموت منطقي جدا، لان الكائن اللي ما بيخافش من الموت غالبا بيموت بسرعة. يعني انت بص كده في عالم الحيوانات هتلاقي كان في كائن كده مشهور انا معرفش اسمه الصراحه، كان بيموت عشان هو طيب زياده، بس يعني انا معرفش اسمه، ممكن ابقى احطه في الفيديو. والكائن اللي بيخاف من الموت لما يحس ان في خطر بيهرب، فده بيخليه يعيش اطول. تيجي تبص مثلا على اجدادك من 2000 3000 سنه غالبا يعني كانوا يعني بيهربوا، والهروب من الخوف والمخاطر اللي كانوا بيعملوه هو اللي خلاك موجود دلوقتي. مبروك، انت نتيجه الاف السنين من الهروب الناجح. بحييك يا ابني والله على الانجاز اللي انت ما عملتش فيه حاجه ده. بس المشكلة عامة مش الموت، عشان احنا كده كده عارفين ان احنا هنموت، هي المشكلة في الوعي بالموت. عندك مثلا الحيوانات كده كده هتموت، بس يعني مش بيقعد كل فترة يقول بعد 40 سنة هبقى موت، ولا هبقى عملت حاجة، ولا هبقى موت، ولا هبقى فين، ولا الكلام الغريب ده اللي هو ألف ب إنسانية يعني. وانت بقى كإنسان ممكن تبقى قاعد فجأة كده بتشرب كوباية قهوة وقاعد في البلكونة وقاعد بتتفرج على الشجر والسما، فجأة كده مخك يقوم رزعك واحدة، تصدق يا ابني انت شكلك هتموت وانت لسه ما عملتش حاجة، ويبوظ عليك كوباية الشاي ولا القهوة اللي انت كنت بتشربها. في نظرية كبيرة في علم النفس اسمها تيرور مانجمنت. النظرية دي بتقول حاجة يعني محتاجين نبص عليها، إن معظم تصرفات البشر محاولة للهروب من الموت. يعني مثلا ليه الناس بتحب الشهرة؟ عشان الفلوس طبعا، بس احنا تبع النظرية دلوقتي. النظرية بتقول لك عشان اسمهم يفضل مكمل بعد كده. ليه الناس بتخلف أطفال؟ عشان جزء منهم يفضل موجود. ليه الحضارات بتبني آثار ضخمة؟ عشان يجي بعد آلاف السنين يقول لك احنا كنا موجودين، زي الأهرامات كده. طبعا انت دلوقتي عاوز الحل، عاوز السوليوشن. بعض الفلاسفة قالوا لك إن الحل مش إننا نهرب من فكرة الموت، لكن إننا نبص لها في وشها. الفيلسوف الألماني مارتن قال إن الإنسان الحقيقي هو الإنسان اللي مدرك إنه هيموت، لأن الوعي بالموت بيخلي الحياة لها معنى. لو كنت هتعيش للأبد ما كانش في حاجة هتبقى مهمة أصلا. يعني أنا هستفاد إيه لما أعمل كذا؟ هستفاد إيه لما أعمل كذا؟ أنا كده كده عايش. يعني عامة يعني الموت هو اللي بيدي للحياة قيمة، هو الساعة اللي بتقولك الوقت محدود فاستخدمه صح. فيمكن السؤال مش ليه البشر بيخافوا من الموت، ممكن السؤال الحقيقي ازاي نعيش واحنا عارفين انه جاي. يمكن الحل ان احنا مش نبطل نخاف، ممكن يبقى ان احنا نفهم ان الخوف ده جزء في الحياة اصلا، وفي الاخر كلنا على نفس المركب، مليارات بشر جم ومشوا وماتوا واحنا هنموت زيهم وخلصنا خلاص. بس يعني لحد ما اليوم ده يجي احسن حاجة ممكن تعملها انت تعيش. عيش يا عم، انت خسران حاجة؟ وخليك فاهم ان كل لحظة مهمة فعلا، وان الوقت اللي بيعدي مش هيرجع. انا بقى بص انا مش هدخل في حوارات جانبية، فخلصنا وبيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.